السلام عليكم. معكم ام يحيى في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غندير معكم مسمن عامر في الفران. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. انا هنايا عجنت المسمن، الطريقه كلشي ديال المسمن عارفها. هنايا عندي الشعريه الصينيه، درت عليها الماء طيب، نخليها باش تطلق شويه. انا هنا درت ديال الروز صافي. هنايا عندي بصله مشلضه، عندي فلفله خضراء، فلفله حمراء، عندي الكفته. غنديرها هنا في المقله ونزيد عليها الزيت العاديه وشويه زيت العود صافي. وغنديرها فوق البوطه باش تشحر. هانتوما كما كتشوفوا صافي تنحركها باش تنزل ديك الفليفله وديك البصله. غنزيد لها هنايا الكفته صافي. هنايا غنبدا نزيد العطريه، عندي هنا التحميره، سكينجبير ديال الخرقوم، عندي هنا الابزار، عندي الملحه، عندي هنا القزبر معدنوس، صافي. هنا نحركها كنبقاو نحركو شويه باش ديك الكفته داكشي تشرب ديك العطريه. هنايا غنزيد شويه الهريسه صافي وغنعاود نحركها صافي. وغنحيدها من فوق البوطه. غنزيد ديك الشعريه بعد ما صفيتها وقطعتها، وشويه الزيتون الخضر حتى هو مقطع صافي. ونحاول نحركو مزيان صافي. غنخليوه هنا تبرد على جنب صافي. وغناخدو المسيمنات بعد ما ارتاحوا نشكلهم بحال هكايا على هاد الطريقه. صافي كنخليوها ترتاح صافي. هنا بعد ما ارتاحوا كما كتشوفوا انا هنا درت 4 في دقه واحده حيت كان عندي كثير شويه مسمن. نحاول نورقها غير شويه ماشي بزاف صافي. وهنا كنبدا نهز في الحشوه وكنعمر صافي. هنايا غنبدا نسد دوك المسيمنات، كنجر هاد القنيت بحال هكا تنحط الاخر عليه، كنهز الجهه الاخرى بحال هكا كما وضح في الفيديو صافي. غنكمل بحال هكاك حتى نسمر المسيمنات اللي عندي. صافي. وغنجيب عندي هنا الزيتون مقطع غنسد بيه دوك المسيمنات باش ما يتحلوش ملي يكونوا يطيبوا. كديروا هاد الزيتون، تقدر ديروا الزيتون الكحل متوفر عندكم.
صافي كنديرهم هنايا في اللاطه. غنعاود معكم واحده اخرى. بالنسبه اللي ما بغاش الكفته يقدر يدير الطون حتى هو تيجي زوين. انا فيت حط هذا المسمن في القناه وعاودته معكم، نتمنى يعجبكم. صافي بعد ما كملت هنايا غندهنو بالزيت. صافي غير بالزيت. كاين اللي كيدير شويه التحميره وكيدهنو ولا البيض، نخلي دهنتو غير بالزيت غير باش يجي مقرمش وياخذ واحد اللوين زوين. صافي غندخلو الفران وغنسيم ديالنا بعد ما طاب كيفاش كيجي مقرمش وبنين. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في شي فيديو اخر، بامان الله.